كانت فاطمة فتاة بسيطة نشأت في بيت متواضع في أحد الأحياء القديمة، حيث كانت الحياة صعبة لكن القلوب مليئة بالرحمة. أبوها كان نجارا بسيطا يستيقظ قبل الفجر كل يوم ليبحث عن لقمة حلال، وأمها امرأة طيبة لا تنام قبل أن تطمئن أن كل الجيران بخير. منذ طفولتها تعلمت فاطمة شيئا واحدا: الإنسان الحقيقي هو الذي يشعر بجوع غيره. كانت أمها تقول لها دائما: يا بنتي، يمكن الفقير ينسى الفلوس، لكن عمره ما ينسى اللقمة اللي تنقذه وهو جائع. كبرت فاطمة وهي تحمل هذا القلب الحنون، وكانت جميلة بشكل ملفت، لكن جمالها الحقيقي كان في أخلاقها وهدوء كلامها. وفي الجهة الأخرى من المدينة كان كمال يعيش حياة مختلفة تماما. كمال رجل غني جدا، يملك شركات ضخمة وعقارات وسيارات فاخرة، والناس كلها كانت تتحدث عن ثروته وهيبته. لكنه كان شديد القسوة في التعامل مع الفقراء، يرى أن المحتاجين مجرد عبء على المجتمع. كان يقول دائما: الناس الفاشلة هي اللي تبقى فقيرة. ورغم شخصيته الصعبة، كان يريد زوجة جميلة ومحترمة ترفع مكانته أمام الناس. وحين سمع عن فاطمة، أرسل والدته لخطبتها. في البداية ترددت فاطمة كثيرا، لم تكن مرتاحة لطريقة كلامه المتعالية، لكنها رأت فرحة والديها، خصوصا عندما قال الناس: كمال رجل غني وسيجعلها تعيش كالأميرات. وافقت أخيرا وهي تقول في نفسها: ربما الزواج يغير طباعه. تم الزفاف في قاعة فخمة جدا، حضرها كبار رجال الأعمال والشخصيات المعروفة، وكانت فاطمة ترتدي فستانا أبيض جعل الجميع يلتفت نحوها بإعجاب. لكن منذ الأيام الأولى بعد الزواج بدأت تكتشف الحقيقة. كان كمال يهتم بالمظاهر أكثر من أي شيء آخر. إذا سقطت قطعة خبز في البيت يغضب، إذا طلب خادم إجازة بسبب مرض أمه يهدده بالطرد، إذا رأى فقيرا أمام سيارته يصرخ على السائق: أبعده من الطريق. أما فاطمة فكانت تتألم بصمت. في كل مرة ترى محتاجا تذكر بيت أهلها البسيط وتذكر كلام أمها. وذات يوم بينما كانت ترتب بعض الملابس القديمة تتصدق بها، دخل كمال فجأة. نظر إلى الملابس وقال بحدة: ما هذا؟ قالت بهدوء: ملابس لم نعد نحتاجها، سأعطيها للفقراء. أنت ما زلت تفكرين بعقلية الحي الفقير الذي جئت منه. شعرت بالإهانة، لكنها صمتت. مرت الشهور وفاطمة تحاول التأقلم مع طباعه القاسية. وفي ليلة شتوية شديدة البرودة كانت الرياح تضرب النوافذ بقوة والمطر يهطل بلا توقف. كان كمال يتناول عشاءه الفاخر بصمت، بينما كانت فاطمة تقف قرب النافذة تراقب الشارع. فجأة سمعت صوت طرق خافت على الباب الخارجي. نظر كمال بانزعاج: من المجنون الذي يأتي في هذا الوقت؟ ذهبت الخادمة لترى من الطارق ثم عادت مترددة: سيدتي، هناك رجل فقير يطلب شيئا يأكله. رد كمال بسرعة: اطرديه. لكن فاطمة شعرت بانقباض في قلبها. خرجت بنفسها نحو الباب. كان هناك رجل بملابس ممزقة، لحيته طويلة وعيناه مليئتان بالتعب والجوع. قال بصوت ضعيف: منذ يومين لم آكل، فقط رغيف خبز. تأثرت فاطمة جدا ودخلت بسرعة إلى المطبخ. أخذت رغيفا ساخنا وبعض الطعام ثم أعطته للرجل بابتسامة لطيفة. الرجل نظر إليها طويلا وقال: الله يجازيك بالخير يا ابنتي. وفي تلك اللحظة ظهر كمال خلفها. كان وجهه مليئا بالغضب. صرخ: ماذا تفعلين؟ ارتبكت فاطمة. الرجل جائع فقط. اقترب منها بعصبية. تعطينه من مالي؟ قالت بهدوء: إنه مجرد رغيف خبز. لكن كمال انفجر غضبا: أنت لا تستحقين العيش في هذا البيت. ثم أمام الخدم والرجل الفقير قال كلمته القاسية: أنت طالق. تجمدت فاطمة مكانها. شعرت وكأن الدنيا توقفت. لم تصدق أن حياتها انهارت بسبب رغيف خبز. أما الرجل الفقير فظل صامتا يراقب المشهد بعينين غامضتين. كمال أكمل ببرود: اخرجي من بيتي الآن. قالت بصوت مرتجف: في هذا المطر؟ رد بلا رحمة: هذا ليس شأني. صعد إلى غرفته وكأن شيئا لم يحدث. أما فاطمة فدخلت غرفتها وهي تبكي بصمة لأول مرة منذ زواجها.
جمعت بعض ملابسها البسيطة في حقيبة صغيرة، ثم خرجت من القصر تحت المطر الغزير. كانت ترتجف من البرد والخوف والانكسار، وفجأة سمعت صوت الرجل الفقير يقول: إلى أين تذهبين؟ قالت والدموع في عينيها: لا أعلم. قال لها: تعالي معي، لن أترك وحدك في الشارع. ترددت قليلا، لكنها لم تجد خيارا آخر. سارت معه في الشوارع المبللة بالمطر حتى وصلا إلى حي هادئ بعيد عن الضوضاء. ثم توقف الرجل أمام بوابة ضخمة جدا. نظرت فاطمة بدهشة: هل أخطأت الطريق؟ ابتسم الرجل لأول مرة، وفجأة فتحت البوابة وخرج حراس بملابس رسمية وهم يقولون: سيدي، لقد أقلقتنا عليك. تجمدت فاطمة. الرجل خلع معطفه القديم وإذا بثيابه الأنيقة تظهر تحته، ثم قال بهدوء: أنا لست متسولا. اتسعت عيناها بصدمة. ماذا؟ أشار لها بالدخول. دخلت وهي لا تفهم شيئا. كان القصر أفخم من قصر كمال نفسه. جلس الرجل على الأريكة وقال: اسمي ياسين. ثم أكمل: أنا رجل أعمال معروف وأملك ثروة كبيرة جدا. قالت بدهشة: لكن لماذا كنت تظاهر بالفقر؟ تنهد وقال: لأنني فقدت الثقة في الناس. ثم نظر إليها مباشرة: أردت أن أعرف هل ما زال هناك بشر يساعدون المحتاج دون مصلحة. سكت قليلا ثم أكمل: معظم الناس طردوني أو أهانوني إلا أنت. شعرت فاطمة بالخجل وقالت: أنا فقط أعطيتك رغيف خبز. ابتسم وقال: الرغيف بالنسبة للجائع قد يكون حياة كاملة. أقامها في جناح محترم داخل القصر وأمر الخادمات بالاهتمام بها. مرت الأيام، وكان ياسين يعاملها بكل احترام. لم يحاول الاقتراب منها بطريقة سيئة، ولم يستغل ضعفها أبدا، بل كان يحرص على راحتها أكثر من أي شيء. أما كمال فبدأ يشعر بالفراغ داخل قصره. أصبح البيت باردا وصامتا بشكل مخيف. لم يعد يجد من يسأله إن كان تناول طعامه أو من يهتم بتفاصيله الصغيرة. وفي أحد الأيام دخل المطبخ ووجد خدم يرمون خبزا كثيرا في القمامة. فجأة تذكر فاطمة وتذكر الرغيف الذي دمر حياته، لكن كبرياؤه منعه من الاعتراف بخطئه. ومع مرور الشهور بدأت تجارة كمال تتراجع. شركاؤه انسحبوا، صفقات كثيرة فشلت، حتى الناس صاروا يتحدثون عن قسوته. أما فاطمة فكانت تستعيد سلامها النفسي شيئا فشيئا. وذات مساء قال لها ياسين: منذ دخلت هذا البيت عاد إليه الدفء. خفضت رأسها بصمت، ثم قال: أعرف أنك مجروحة، لكنني أحببت قلبك قبل أي شيء. شعرت فاطمة لأول مرة منذ سنوات أن هناك من يراها كإنسانة، لا كزينة يتباهى بها. ومع الوقت تعلق قلبها بهدوئه وطيبته. وبعد مدة طلب الزواج منها بطريقة محترمة أمام الجميع. بكت فاطمة وهي تسمع كلامه، ليس لأنها حزينة، بل لأنها أخيرا وجدت رجلا يفهم معنى الرحمة. وافقت على الزواج، وأقيم حفل بسيط لكنه مليء بالسعادة الحقيقية. وفي يوم الزفاف كانت تبتسم من قلبها لأول مرة منذ زمن طويل. أما كمال فقد شاهد صورة زور زواجها في الأخبار، لأن ياسين كان شخصية معروفة جدا. شعر بصدمة قوية، صرخ بغضب: كيف تزوجت بهذه السرعة؟ لكن الحقيقة التي قتلته من الداخل أنها بدت سعيدة بدونه. بعد أيام قرر الذهاب لرؤيتها. وصل إلى قصر ياسين وطلب مقابلة فاطمة. خرجت إليه بهدوء وهي ترتدي ثيابا بسيطة وأنيقة. نظر إليها طويلا وقال بصوت مكسور: سامحيني، كنت غبيا. قالت بهدوء: القسوة تجعل الإنسان يخسر أغلى الناس. اقترب خطوة وقال: أدركت متأخرا أنك كنت نعمة. ابتسمت بحزن: وأنا أدركت أن الله أخرجني من بيت لا يعرف الرحمة إلى بيت أعاد لي كرامتي. خفض رأسه خجلا، ثم قالت آخر كلماتها: الرغيف الذي احتقرته كان سببا في إنقاذ حياتي. وأغلقت الباب بهدوء، بينما بقي كمال واقفا وحده يحدق في الباب المغلق، مدركا أن المال قد يشتري القصور، لكنه لا يستطيع شراء قلب إنسان حقيقي.